ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل عيش السوري، او اللي هو بتاع عيش الشاورما بطريقه جميله وسهله جدا، وهتعجبكم ان شاء الله، وحاجه جميله جدا جدا. في الاول كده نسمي بسم الله وندخل على الوصفه بتاعتنا. جبت حوالي نص كيلو دقيق، ان هم متعدد الاستخدامات، وحطيت عليه معلقه سكر كبيره، وهضيف عليه كمان ربع معلقه خميره، بس مش محتاجين اكتر من كده، وربع معلقه ملح. ماشي، زي ما انتوا شايفين كده. وهنبتدي تكون محضرين ميه فتره. انا كنت حاطه جنبي حوالي 3 كوبايات ميه، على قد ما ياخد الدقيق بتاعنا. هو بيحب العجينه بتاعته تكون طريه شويه، بتلزق وتكون طريه شويه عشان يطلع معاكي طري وجميل وشفاف. ابتدينا في البدايه، حطيت كوبايه وفتره، ابتديت بقى ان انا اقلب معانا. عيش جميل، العيش السوري او عيش التورتيلا بتاع الشاورما، جميل جدا. زي ما بيقولوا عليه في البلاد العربية عيش الشراك بتاعنا الجميل القمر ده. هتشوفوه، خليكي بس معايا لنهاية الفيديو، انت هتشوفي احلى عيش جميل جدا وسهل وطريقة بسيطة. عايزة طبعا تكتري، عايزة تقللي زي ما انت حابة. كمان ضفت شوية ميه، ابتديت ان انا اقلب معانا. هنبتدي بقى نعجن بايدينا. زي ما قلت لك، هو بيبقى طري شوية عشان يبقى العجينه بتاعته بتبقى طريه، عشان يطلع معاكي طري ويديك اللون الشفاف الجميل اللي احنا زي ما بنشتريه من بره كده. طبعا يعني هو بينفع في سندوتشات كتير جدا، يعني هو حلو جدا في اي حاجه بجد. ممكن تاكلوه مع جبنه جميله قوي، حلو، مش شرط بس للسندوتشات الشاورما بس، لا طبعا والله طعمه حلو قوي، وجربوه برضو. تمام، هنبتدي نعجن لحد ما توصل معانا العجينه الطريه الملساء كده زي ما انت شايفه. زي ما قلت لك، هي بتبقى بتلزق شويه، بتبتدي تعجنيها. لو عندك العجان بتعجنيه فيه، عايزه تعجنيها على ايدك برضو بيبقى حلو قوي. زي ما انت شايفه، ابتديت برضو ابل ايدي شويه ميه، وابتديت ان انا اعجنها كمان شويه زي ما انت شايفه كده. وبعدين بقى لما بنخلصه بنعبيه، بنحطه في الفريزر وبنشوره. لما بتحبي تطلعيه بتطلعيه، بيبقى جميل جدا وطري وزي الفل. حطيت حوالي معلقتين زيت، وابتديت اعجن تاني زي ما انت شايفه كده. حبيت ان انا اوريكي كل التفاصيل بتاعته، ما حبيتش ان انا اقطع التصوير بتاعنا في الحته دي عشان تشوفيها كلها معايا. واللي ما اشتركتش بقى في القناه تشترك يا حبيبتي، ولايك بقى والشير، يلا تشرفوني. زي ما انت شايفه كده، ببتديها زي ما انت شايفاها في ايديا كده، ملزقه شويه، تلزيقه جميله خفيفه، وهي دي بتديك الطراوه بتاعه العيش. جميله قوي العجين بتاعنا، جميله وطريه وحلوه وملساء خالص. هبتدي احط في البوله بتاعتنا حوالي شويه زيت بسيط خالص، وابتدي اقلب العجينه بتاعتي زي ما انت شايفه، وهغطيها بالاسترتش بتاعنا البلاستيك راب، وهغطيها واسيبها حوالي كده ربع ساعه، مش اكتر من كده. انا مش محتاجاها تخمر الخمر اللي احنا بيبقى متعارف عليه، لا، انا بحسبها بترتاح ربع ساعه، وببتدي اغطيها وبركنها شويه، وببتدي ارجع لها تاني. تمام، خلاص ركنتها شويه وارتاحت شويه، رجعت لها تاني. عندي كمان الخشبه الظريفه دي، هي دي مخصصه طبعا للعجين. ببتدي ان انا ارش دقيق حلو، يعني دقيق بكميه حلوه عشان ما يلزقش منك، لان هي طبعا العجينه بطبيعه الحال طريه وبتلزق شويه. وهبتدي ان انا اقطعها على حسب الحجم الكوره اللي انا عايزاها، او تقطيعه رغيف العيش اللي انا عاوزاه. انا النهارده هعملها كبيره شويه يعني علشان اوريهولكم. عايزه انت تصغريها صغريها، ما فيش مشكله خالص. طبعا انت ممكن تقسميها على حسب النظر بعينيكي، عايزه توزنيها بالميزان توزنيها برضو على حسب الحجم اللي انت عايزاه، وبتخليه طبعا المقياس كل واحد. زي ما انت شايفه كده، بقطعها كلها، جميله جدا وطريه جدا. زي ما انت شايفه، انا عاده بستعمل دي الضحى، جميل زي ما انت شايفه.
عمل بقى سندوتشات بقى، ونعيش بقى السندوتشات بتاعتنا مع الشاورما بتاعتنا الجميلة الظريفة، والبطاطس برضو المحمرة بتبقى جميلة جدا. اخلص الكمية بتاعتي كلها، التقطيعة بتاعتي كلها زي ما انت شايفة كده، ظريفة وجميلة. هبتدي ان انا اقطع الكور بتاعتي كلها، تقطيعات العيش بتاعتي كلها. خلصت الكمية بتاعتنا زي ما انت شايفة. نبتدي برضو نغطيها شوية ونريحها شوية لمدة برضو 10 دقايق، وبعدين نرجع لها تاني. وطبعا برضو تغطيها بكيس عشان ما تلزقش برضو معاكي، لان زي ما قلتلك بطبيعة الحال هي طرية فبتلزق منك شوية. ابتديت برضو اجيب المطرحة الظريفة دي، جميلة جدا. ابتدي باول واحدة انا كنت عملتها وقطعتها. ببتدي برضو ارش دقيق، وابتدي بقى ان انا افردها زي ما انت شايفة كده. طبعا بتمشي معاكي العجينة بمنتهى السهولة، لان هي طرية وجميلة ومعجونة كويس. ممكن تريحيها على ايدك، يعني تبص تلاقيها بتكبر معاكي لو انت متمكنة قوي في الحتة دي بالذات. يعني بنبتدي نريحها على ايدينا. كنت بشوف ماما كده تعملها، تفضل تريحها، يعني بيقولوا عليها بنريحها كده، تريح كده لحد ما تكبر معاكي. سبحان الله كده بتبقى جميلة جدا، بتبقى منظرها حلو قوي. بس انا يعني مش هعرف اعملها زيها يعني، برضو يعني هم بقوا متمكنين اكتر في الحاجات دي. تمام. بنبتدي نبقى نفرد بالفرادة بتاعتنا، وبيكون سمكه طبعا رقيق جدا. طبعا ده معروف ان هو بيبقى رقيق جدا العيش السوري. زي انت شايفه ماشيه معاكي جميله جدا، العجينه طريه جدا مش بتلم. ليه؟ لان هي ارتاحت كويس واتعجنت كويس، فبالتالي مش هتلم معاكي. بتبتدي بقى تخلصي كلها. طبعا انت بتعمليها ممكن تعمليها على البوتاجاز من فوق. بتجيبي صينيه بتكون عاليه، وتكون مثلا سمكها سميك شويه عشان تستحمل وما يتحرقش منك العيش، وما يشدش منك بالذات من النص. بس انا النهارده في كده حله اسمها حله بتخبز فيها وبتعمل فيها كل حاجه. انا كنت شارياها، بعمل فيها رز وبنعمل فيها جميع الصواني كلها. حلوه جدا ولذيذه جدا وسعرها مش غالي. ما عندكيش الحله دي زي ما قلت لك صينيه وبتحطيها على البوتاجاز، بنقلبها وببتدي ان انت تحطي عليها الرغيفه بتاعتك واحد ورا واحد لحد ما تخلصي الكميه بتاعتها كلها. ولو سخنت منك او بتبتدي ان انت تطفي النار عليها، بتمسحيها كده بحته ميه مبلوله بحيث ان هي تبرد لك الصينيه تاني علشان ما تحرقلكيش العيش او تنشفه معاكي. تمام. ببتدي افرد لحد ما توصلي للسمك الرهيف بتاع العيش. انت شايفاه طبعا قدامك، ده بتبقى طبعا انت شايفاه بالنظر بعينيكي. هو اول رغيف ما كانش صورت، بحسبها صورت، فالتاني ان شاء الله هتشوفوها دلوقتي وانا بنحطها في الحله وبقلبها. طبعا بعد ما بتفرديها كويس خالص بتبتدي تقلبيها، عشان انا ببتدي اقلبها بالمطرحه، اسمها مطرحه، بتبتدي اقلبها في الحله. تمام. حله البابور بتبقى حلوه قوي في الخبيز بتاع العيش كمان، وفي الرز المدسوس جميل جدا، الرز المعمر، وصواني بقى المكرونه وصواني الجلاش وصينيه البطاطس بتبقى حلوه جدا، بتاخد وش جميل جدا فيها. يا ريت تشتروها، حلوه قوي جميله. وبرده في شوي البطاطا بتبقى ممتازه جميله جدا جدا يعني. تمام. ببتدي ان انا افرد العيش بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انت بتفردي العيش بتاعك زي ما قلت لك، العجينه معاكي طريه وجميله وبتتفرد بكل سهوله، مش بتلم منك تاني علشان هي برضه زي ما قلت لك معجونه كويس وارتاحت كويس، فبالتالي بتتفرد معاكي بمنتهى السهوله. تمام. لازم ترش دقيق علشان ما تلزقش منك، الدقيق عشان بس هي ما تلزقش منك. وبعد كده ممكن انت بتنفضيه بايديكي بحيث ان هي تنزل كل الزيادات بتاعه الدقيق زي ما انت شايفه كده.
حلو قوي وجميل ونضيف، وبيبقى موجود معاكي على طول. وفي اي وقت بتحبي تعمليه بتعملي ان شاء الله حتى كوبايتين بتقومي تعمليهم على طول، ما بياخدوش وقت معاكي خالص، لا في العجن ولا في التقطيع ولا في الخبيز كمان. زي ما انت شايفه قلبتها اهو، زي كل حاجه قدامك زي ما انت شايفه، وببتدي اعدلها وببتدي افردها كمان شويه. لو الاحرف، اهم حاجه تتكي على احرف الرغيف بتاعك بحيث ان هي متبقاش تخينه معاكي، بتبقى وحشه كده وبتقطم يعني. زي ما انت شايفه كنت انا حاطه الحله سخنت على النار زي ما انت شايفاها كده اهو، حطيتها فيها وقلبتها، وادي الرغيف بتاعنا قدامك. شايفه انا بقلبها ازاي كده زي ما انت شايفه كده اهوت، وبتبقى جميله وبيطلع معاكي العيش بمنتهى الجمال والسهوله والجمال ده كله. ويا رب النهارده العيش بتاعنا تعجبكم والوصفه بتاعتي تعجبكم. ما تنسوناش بقى لايك وشير يا حبايبي، ويا رب الوصفه تعجبكم، وسلام.